لا ما تقلقش، ده صمت مقصود، بتأكد إنك أكدت على السماعات. يلا علشان نلعب. هعرض عليك صورتين وكل اللي عليك تحدد مين فيهم اللي صح. إزاي مفيش سنس في كتابة الاسم؟ زي ما انت شايف كده، الرسام كان ليه رأي تاني. علمياً مدام الودان سودا يبقى الديل اسود، بس عملياً هو سادة. لا دي احتار فيها العلماء. ما تقلقش، في كتير شاركوك نفس الغلط، لأن ده هو تأثير مانديلا. قصتنا بدأت مع فيونا بروم لما كانت في مؤتمر، ومحور الكلام اتحول تدريجياً لحد ما بقى عن نيلسون مانديلا، واللي بالمناسبة ناشط حقوقي وسياسي بيطالب بنظام الفصل العنصري من سنة 1948، ومن المتوقع تكون مهنته محامي. ممكن نجري الأحداث شوية ونروح لسنة 1962. حكمت عليه محكمة ريفونيا بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، واتسجن لمدة 27 سنة، مع إن كان الحكم مدى الحياة، وعدى على سجون كتير، منها سجن في جزيرة روبن آيلاند، سجن بولسمار، وسجن فيكتور فيرستر. كويس إنه معداش على سجن قارة، كان زمانه في متاهة متناهية، أو يمكن كان لحق شاف الفيديو، جايز يكون عنده حل للخروج من المتاهة. لو لسه ما اتفرجتش فأنا هسيب لك اللينك في الديسكريبشن. نرجع بقى لفيونا بروم لحظة المؤتمر. ساعتها محور الكلام ما كانش عن إنجازات مانديلا، بالعكس كانت عن مراسم وفاته وخطاب زوجته اللي بتودعه فيه، ده غير التقارير الإخبارية اللي أعلنت موت مانديلا في السجن. بس منين بقى أول رئيس من ذو البشرة السمراء لجنوب أفريقيا، ومنين مات قبل ما يعمل كل ده؟ شكلك بدأت تربط الأحداث، واللي ممكن تكون أحداث ما حصلتش من الأساس. يعني ممكن يكون كل ده حصل بسبب الذاكرة الجماعية الزائفة، أو انحراف الذاكرة المعروفة، وجايز تكون الذاكرة الجوهرية، أو ممكن التنافر المعرفي، واحتمال يكون بسبب الإنترنت. إيه السبب السهل ده لتأثير مانديلا؟ بص، إحنا نبدأ صفحة جديدة أحسن، وفي الأول كده نكتب التاريخ لسنة 2010 لما أطلقت فيونا بروم مصطلح تأثير مانديلا، واللي فيما معناه الذاكرة الجماعية الزائفة، زي اللي زيفت موت مانديلا كده. بس هو لو كان مات، مين اللي كان هياخد جايزة نوبل للسلام سنة 1993 ويتم انتخابه كرئيس سنة 1994 ويموت في بيته بعد 95 سنة؟ بعد الحادثة دي أعلنت فيونا نفسها مستشارة خوارق، ووضحت إن ذاكرتها المشتركة مش غلط، وإن ده حصل بسبب وجود عالم موازي عاشوا فيه باختلاف الوقت. على سبيل المثال، في الكون رقم 12 مات نيلسون مانديلا في السجن في الثمانينات، وفي الكون رقم B34 مات في البيت سنة 2013. لو الأشخاص اللي عاشوا في 12 وصلوا الكون B34 وسألناهم عن مانديلا، هتبقى إجاباتهم مليانة تفاصيل عن موت مانديلا في السجن، وده اللي عاشوه. بس بالنسبة للكون التاني فكأنها حكاية ولا في الخيال. نيجي بقى الأستاذ النفس تيم هولينز، اللي كان ليه رأي تاني، لأنه بعد ما ربط الأحداث اكتشف إن تأثير مانديلا مرتبط بظواهر انحراف الذاكرة المعروفة، واتقسمت الظاهرة ل3: أخطاء ذاكرة المصدر، ودي بتحصل معانا لما تفتكر إن حد قالك اشترك في قناة مدينة الخبراء بس مش فاكر مين بالظبط اللي نصحك. تضخم الخيال، وده عن طريق تخيل شيء وتقتنع بيه وتصدقه كمان. وأخيراً الذاكرة الزائفة، واللي ممكن تتلخص في جملة الحقيقة مرة. يعني فرضاً إنك مروح دلوقتي ومخطط إنك هتنشر الهدوم اللي هتنزل بيها بكرة، فتكتشف إنك ما شغلتش الغسالة قبل ما تنزل. أو لو معاك عربية، التخيل لوحده يفرح، ومثلاً يعني خلصت مشوارك ومروح، ساعتها هتروح مشي علشان ما قفلتش باب العربية أصلاً.
نهاية مريعة، عارفة؟ باختصار، الذاكرة الزائفة أو الكاذبة تبان حقيقية، لكنها متلفقة يا جزئياً أو كلياً، وده لأن الجدول الزمني متلخبط شوية. يعني لحظة تكريم الفنانة اللبنانية فيروز سنة 2020، في ناس كانوا معتقدين إنها ماتت بالفعل، حتى أنا وقعت في الفخ وافتكرت إنها ماتت في سنتنا الحالية، بس ربنا يديها الصحة، عمرها دلوقتي 89 سنة. وعلشان الإنسان مش هيخون نفسه، فهو شايف إن الذاكرة المؤثرة دايماً على حق، وبناء عليها بياخد القرارات. زي كده المثال بتاع نشر الهدوم، استنى رايح فين؟ ده تيم هولندز لسه عمال يربط الأحداث لحد ما طلع بتفسير إن تأثير مانديلا بسبب الذاكرة الجوهرية. تقريباً كده تيم ما كانش بيحضر غير دروس الذاكرة. فاكر صاحبنا؟ معظم اللي اختاروا ديل فهم رجعوا لجوهر الشخصية، وإن طبيعي أي قرد يبقى ليه ديل. هي دي الذاكرة الجوهرية ببساطة. في مقولة أغلبنا عارفها إن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، واللي بيأكد ده دراسة دامت ل10 سنين لأكتر من 100,000 قصة على التوتر. وللأسف الشائعات انتصرت على الحقيقة بنسبة 70%، ومن هنا بتكون الذاكرة المعدية مبنية على إشاعات بيتم مشاركتها بحسن نية على إنها حقيقة. عارفة إني أخدت من وقتك وحالتك النفسية اللي بحاول أخليها إيجابية، لأن المشاعر السلبية أو الاكتئاب مادة خام لذكريات ما حصلتش، أو ممكن نسميها ذكريات فانية. خبير لو سمحت، مش باللمس، في حاجة اسمها بوج. عندي سؤال، ده اللي هو ليك يعني. فاكر اللعبة اللي كانت في أول الحلقة؟ تقدر تقولي لعبنا كام مرة وإيه كان محتوى الصور وترتيبها؟ خد وقتك بس من غير غش، واكتب لنا في الكومنتات إجابتك. بص، أنا هغششك حاجة في لوحة الموناليزا، اعتبرها كفاصل لغاية ما تفكر في إجابة السؤال. سبق وقلتلك إن اللوحة احتار فيها العلماء بسبب مجموعة من سكان العالم هواة التاريخ والفن معتقدين بإن تفاصيل الرسمة اتغيرت مع مرور الزمن، وإنها زمان كانت مبتسمة عن وقتنا الحالي. نرجع بقى لإجابة سؤالنا، واللي عادي لو كنت نسيت شوية ترتيب في الصور. أهم حاجة جوهر الذاكرة، لأن كده التفاصيل بتتنسي، وده بسبب التقدم في العمر اللي من ضمن أعراضه التخريف اللي بيأثر على الذاكرة عن طريق تكملة الذكريات وكأنها بازل علشان نوصل لأحداث منطقية ومتسلسلة. ما تفتكرش إن التقدم في السن هيأثر على معدل الذكاء، بس هي معادلة بسيطة وهتلاقيها بالتفاصيل في فيديو هل الذكاء البشري بيقل مع التقدم في العمر؟ هتلاقيه في الديسكريبشن. والكلام ده أكده كريستوفر دواير، عالم النفس والمحاضر في جامعة شانن للتكنولوجيا في أيرلندا، لما قال لا يحب الناس عدم اليقين لأنه يخلق الخوف والتوتر. حلك عندي هو إنك تعمل لايك وسبسكرايب وشير بقى في كل حتة علشان تتناقش أنت وخبير تاني في نفس الموضوع. وكده مدينة الخبراء يعني مصادر سليمة، ومصادر سليمة يعني مدينة الخبراء.